معزومة عند أهل جوزي ولا أنا طايقاهم ولا هم طايقيني ومضطرة أروح العزومة، أعمل إيه؟ ده مش أنا، ده حال ستات كتير مضطرة تروح عزومات هي مش عايزة تروحها أصلا. واحدة تيجي تقولي طب وإيه اللي جابرها؟ ما تروحش أحسن. طب وجوزها بقى ينكد عليها طول شهر رمضان؟ هو يوم وهتقضيه وخلاص. فأنا من موقعي هذا هقول لها أول حاجة، أنت شاطرة جدا إن أنت خدتي قرار زي كده، يعني ده لود جامد عليكي إن أنت تروحي مكان مش طايقاهم أصلا ولا هم طايقينك هتعدي اليوم عشان خاطر جوزك، دي حاجة كويسة جدا. تاني حاجة بقى هقولك على حبة حاجات تعمليها علشان نعدي اليوم ده من غير مشاكل. أول حاجة عايزاكي تفهمي جوزك بطريقة لطيفة كده، طريقة لطيفة وهادية، اللي انتي رايحة المشوار ده علشان خاطرك انت، انا رايحة عشانك انت، عشان انت ما تزعلش، علشان انا ما عنديش مانع ان احنا نرجع يعني إيه زي زمان او كده لو انتوا كنتوا في مشاكل اخر فترة. ليه بقى؟ ده حاجة كويسة جدا، يعني اللي هو ايه ان جالك اللي مش عارف ايه اعمله بجميلة، اكتبها لي تحت. تخيلي بقى انت كنت رابطه الموضوع من الاول وانك مش رايحه، لما تيجي بقى تتعزمي عند اهلك هيقول لك ايه؟ طب انا كمان مش رايح، مش انت ما رحتيش عند اهلي، انا كمان مش رايحه عند اهلك. انت فاهمه؟ نيجي بقى لليوم نفسه، هتعملي ايه؟ طبعا انت على سنجة 10، وانت هناك او اول ما تدخلي عليهم ما تبقيش ولا مبوزه ولا قاعده ساكته وماسكه الموبايل واللي هو ايه منعزله كده، لا اتعاملي عادي. الله انت مش روحتي؟ اتعاملي بقى عادي ومبتسمه طول الوقت وبتهزري وتعملي كده لجوزك وحاجات كده عادي، ماشي؟ يعني مشي الدنيا اللي هو عادي مفيش حاجه. هما كده كده هيستقبلوكي في انه عادي، لو هما مبوزين واخدين جنب انت برضو مش هتبوزي، احنا مش عايزينك تبوزي، انت مبسوطه وسعيده في حياتك، انت رايحه كده ايه مجبره، هو ايه عارفه اللي هو جايبها وجاررها، لا احنا مش عايزين نوصلهم كده، انت جايه عادي وجايه برضاكي. يا سلام بقى لو عملتي حاجه من ايدك متعودين مثلا عليها اللي انت بتخشي بيها عليهم، دي حاجه تبقى كويسه برضو منك. الحركه دي لو عملتيها هيحسوا برضو ان انت بتقدمي الصلح، يعني ممكن الشحنات اللي ما بينكم تروح، فاهمه؟ ممكن ربنا يصلح حالهم يعني وهم من جواهم بقوا هديوا من ناحيتك او حاجه، او سوء التفاهم خلاص راح عدى الزمن عليه، فممكن تكون خلاص بدايه كويسه ليكم، وهو يا ستي خدنا ثواب وكسبنا رمضان. طب لو اهل جوزك دول ناس بتوع مشاكل وبرضه عملوا مشكله وانتي قاعده، او رموا كلمه وانتي قاعده في وسط الضحك، يعني عرفتي تعمليها بينج بونج، يعني اللي هو ايه في وسط الضحك برضه انا بضحك معاك وعادي ورديتي الرده اللي تريحك من جوه كده تمام. او لو موضوع كبر قوي يعني حصل مشاده جامده، قصدي بتحصل عادي في ناس بتأفور قوي المواضيع، هتعملي ايه؟ ما يتمسكش عليكي غلطه، بسكات كده، طب انا ماشيه وخدي جوزك وامشي، انا مش هقولك اقعدي تهزقي، مش انا، مش احنا خالص. ناس تانية تقولك ايه اعتبريها زي مامتك وقولي لها اديني بالجزمة عادي وانا ساكتة، لا يا ماما اللي انت تاخدي بالجزمة وتتهزقي، لا مش للدرجة دي، اقعدي بكرامتك واللي هيجي على كرامتك طب السلام عليكم وانا ماشية، من غير ما تغلطي، ما تجيبيش عليكي غلط، علشان لو حصل قاعده مثلا صلح ولا حاجه يقولوا مين قال ومين عاد، انت في السليم ما قلتيش حاجه تتحسب عليكي. وكمان علشان جوزك هو كان قاعد وشاف كل الحوارات دي وعرف ان انت ساكته، وانت خدتي الكلمه او الخناقه دي وانت ساكته، كان ممكن تردي، بس علشان مين؟ عشان خاطرك انت، عشان خاطرك انت انا ما رضيتش اتكلم ولا ارد وكده، واحترامي للكبير والكلام ده، اكيد هتعرف نظره يعني ولا ايه؟ في اخر الفيديو عايزه اقولك نصيحتين. النصيحه الاولانيه استغلي اي حاجه تكسبي بيها بونت عند جوزك، تاني حاجه ما تجيش على كرامتك حتى علشان جوزك، تمام؟ يعني معنى كلامي كده تكسبي قلب جوزك بس ما تجيش على كرامتك علشانه، تمام؟ يعني اللي هو ايه هكسبك تمام اللي انا هروح، بس لو اتهنت ولو في تجاوز لا انا هنسحب وهمشي ومش هتكلم معاهم، اللي هو ايه مش هعمل مشكله كبيره واقعد ارد بقى وانتي ومش عارفه ايه والحوارات دي، لا انا همشي حفاظا على كرامتي، بس انا جيت علشانك انت وبرضه سكت علشانك انت، خدتي بونت برضه. انا عماله اوضح في الموضوع ده ليه؟ عشان في بنات تقول ايه طب ما انا لو خدت على دماغي اكتر جوزي هيحبني اكتر ان انا ما ردتش، لا يا ماما، لا كرامتك اولا، لازم كل الناس تعرف ان كرامتك اولا، لازم يحترموكي، كبير صغير مجبر انه يحترمك، مجبر انه يحترمك، جوزك بقى حماكي حماتك اي حد مجبر انه يحترمك، لو غلطتي يكلم معاكي باحترام وبهدوء،
يعني مش عشان مثلا حماكي او حماتك يدوكي بالجزمه، مفيش الكلام ده، ولا حتى في الشرع يعني. تمام. ولو واحده عندها راي تاني عن النقطه اللي انا لسه متكلمه فيها دي، ارجوكي خليه في سرك، ماشي؟ كبيره وصغيره خليه في سرك. كل الناس تحترم بعض، كبير صغير يحترموا بعض. انت يا زوجة الابن انت برضه تحترمي اهل جوزك، تمام؟ عشان كده بقى عماله اقول لك ايه، ما ترديش وما تعمليش وبنت ليكي، علشان انت هتوصلي لهم ايه، ان انت محترمه، فاللي قدامك مجبر ان هو يحترمك. عارفه اللي هو خدي وهاتي ويلي ومش يلي، انت كده نزلتي نفسك اول مستوى مش حلو خالص. انت فاهمه كلامي؟ الفيديو ده ها؟ تمام، انا تمام. مع نهاية الفيديو، اللي عندها قصة تحكيها لنا أو حكاية تحكيها لنا أول يوم رمضان مع عزومات مع جوز الأهل، ده جوز الأهل. شفت التوتر بيعمل ايه؟ ما علينا. المهم اللي عندها موضوع يعني تحكيه لنا عن المواقف اللي زي كده، هرد على كل الكومنتات ان شاء الله، وممكن نطلع لايف نرد عليهم بقى وايه، ونتكلم مع بعض على اليوتيوب طبعا. انا بطلع لايفات كتير على اليوتيوب، فعشان كده بقول لكم بتوع التيك توك والفيسبوك، بقعد انزل اللينك بتاع الصفحة علشان تيجوا هنا ونقعد نتكلم مع بعض في اللايف. تمام. وبس كده، متنسوش تعملوا له فولو لو بتتفرجوا على التيك توك او الفيسبوك، واشتراك للقناة لو بتتفرجوا عليها على اليوتيوب علشان تشوفوني تاني، وطبعا كومنت حلوة زيك. سلام.